ده ايه اليوم الحلو ده وايه الناس الحلوة دي؟ وفعلا كما تدين تدان. مرتضى منصور اللي شال صورة ممدوح عباس من بين صور رؤساء نادي الزمالك، جه اليوم اللي يتشال فيه صورة مرتضى منصور من نفس المكان وتترمي على الارض عشان تثبت كما تدين تدان. وراعي النادي الاهلي بيتبرع بمبلغ كبير لحل ازمه قيد نادي الزمالك، وهاني العتال بيحل ازمه قيد فريق اليد، وفاروق جعفر بيرشح نفسه لانتخابات رئاسه نادي الزمالك، وهجوم شرس من الجمعيه العموميه عليه وخالد لطيف وزفه بلدي جوه نادي الزمالك في هتافات واضحه وصريحه. انتهى عصر العزبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا يا أبو الصحاب، واحدة زربو والنو على اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، نادي الزمالك اللي كان محاط بالمشاكل وبالصراعات وبالخلافات بوقف قيد وأزمة مالية طاحنة، ولاعيبة اليد مش عارفين نأيدهم، وكرة القدم قيدها موقوف والآخر ومش عارفين نجيب صفقات، والقناة كانت محتلة، والنادي كله كان محتل من مرتضى منصور وأبنائه ورجاله، إلا أن شاء القدر إن مرتضى منصور كما فعل اتفعل فيه. كما فعل اتفعل فيه، أيوة يا سيدي، كما تدين تدان. مرتضى منصور اللي حاول بشتى الطرق انه ينهي على هاني العتال واحمد سليمان وممدوح عباس، وبدأ ان هو يشوه صورتهم على مدار اكتر من 7 سنين. 7 سنين بيحاول بكل الطرق يبين ان الناس دي مش ولاد نادي الزمالك، وان هم اللي بيوقعوا نادي الزمالك، وان هم اللي بيحاربوا نادي الزمالك. فشال صورة ممدوح عباس وصور في التاريخ ان ممدوح عباس مش رئيس لنادي الزمالك، عشان يجي اليوم اللي برضك اعضاء الجمعية العمومية شيلوا صورة مرتضى منصور من نفس المكان اللي كان المفروض يتحط فيه صورة ممدوح عباس، والقوها على الارض في رسالة واضحة له ان كما تدين تدان. انا صحيح ضد الفعل ده لان التاريخ ما بيتزورش، ومش هنقدر نشيل مرتضى منصور من تاريخ نادي الزمالك زي ما كان ما ينفعش ان نشيل ممدوح عباس من تاريخ نادي الزمالك بايجابياته وسلبياته لكل واحد منهم. لكن اللي حصل بيشفي غليل البعض ان مرتضى منصور هو البادي، ودايما البادي اظلم. ده كان قصة صورة مرتضى منصور. الحاجة التانية انك تلاقي مرتضى منصور هو اللي خارج المشهد، وانتهى عصر مرتضى منصور الى الابد، وان حتى ولاده خارج الصورة ومحدش فيهم نزل انتخابات نادي الزمالك. وتلاقي الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك بتلتف مرة تانية حول احمد سليمان وحسين لبيب وهاني العتال، ويبقى في حالة ود وحالة ارتياح نفسي ما بين الجمعية العمومية والناس اللي مرتضى منصور حاول يشوه صورتهم. فنلاقي قائمة التحالف ما بين حسين لبيب واحمد سليمان، اللي ضحى فيها احمد سليمان بالمناسبة تضحية كبيرة، واثبت فعلا انه بيدور على مصلحة نادي الزمالك مش على المنصب والكرسي. احمد سليمان اللي نزل قبل كده على رئاسة نادي الزمالك ضد مرتضى منصور، النهاردة بينزل كعضو احتراما ان يكون في قائمة موحدة من أبناء نادي الزمالك تضم أبناء نادي الزمالك وتعمل لمصلحة نادي الزمالك. فنزل الأستاذ حسين لبيب إنه يكون رئيس للنادي، وأحمد سليمان قبل إنه يبقى عضو في القائمة دي في موقف محترم لابد من الإشادة فيه، وإن احنا نذكر الكابتن أحمد سليمان بالخير. زي ما كنا بننتقده بنشيد بيه، زي ما كان في مواقف سلبية لازم نبرز المواقف الإيجابية. شابوه احمد سليمان، وكل التوفيق لكل اللي يصلح انه يدير نادي الزمالك، واللهم ولي من يصلح. ده
كان القايمة دي. طب هاني العتال اللي مرتضى منصور حاول بكل الطرق يقول ان عضويته مزورة وانه ما كانش نائب لانتخابات نادي الزمالك قبل كده، رغم نجوحه بعدد كاسع على حساب احمد مرتضى منصور واللي بعده عن نادي الزمالك لسنين وسنين. النهارده هاني العتال موجود جوه نادي الزمالك ومرشح نفسه لرئاسة لنائب رائد. ايه اللي انا بقوله ده؟ معلش، ما الاخبار كلها مفاجاه. الحاجات دي ما كناش نتوقع انها تحصل في نادي الزمالك. الراجل مرشح نفسه يبقى نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، وقدم عربون المحبه ودفع 2 مليون جنيه لحل ازمه قيد لعيبه اليد بنادي الزمالك، والحمد لله الازمه اتحلت على ايد هاني العتال. شكرا يا عتال، وعايزين اللي جاي يكون افضل. طب ايه حكايه زفه الكابتن خالد لطيف؟ خالد لطيف اللي اعتاد في الفتره الاخيره والاونه الاخيره انه يطبل لمرتضى منصور، وكان واحد من ضمن الاسباب لتدمير نادي الزمالك، رجع من تاني ورشح نفسه يكون امين صندوق، مع العلم انه لسه مقدم استقالته من شهر. يعني لو كان بيصيف كان هيقعد اكتر من كده، بس ما علينا، من حقه انه يرشح طالما القانون ما يمنعوش، ومن حق الجمعيه العموميه انها تقول رايها برضك يا كابتن خالد. فبمجرد دخول الكابتن خالد لطيف الى مقر نادي الزمالك، واذ فجأة كده الاعضاء تنتفض والعروق تنط في عروقهم ويقولوا هتافات سيبونا في حالنا بقى وارحمونا، ارحل يا خالد وامشي وسيب المكان، ارحل يا خالد انتهى عصر العزبة كمان. الله عليكم، والله الهتافات دي كانت بتفرحني كده وبتسلك صدري. حسيت فعلا اللي لسه فيك ناخو يا بلد. ايوه كده يا زملكاويه، هو ده اللي مطلوب، ان احنا نحافظ على اللي يحافظ على نادي الزمالك، مش اللي واخدها سبوبه وتجاره وشهره وصوت ومنصب وكرسي. لا، عايزين اللي يخدم نادي الزمالك. اما الكابتن فاروق جعفر فناله هو الاخر انتقادات شديده بسبب ترشحه لرئاسه نادي الزمالك. البعض مؤيد والبعض معارض، وشايفين ان فاروق جعفر كان المفروض انه يتفق مع القايمه وانه ينسحب في هدوء عشان القايمه دي تكون قايمه كامله وتبقى قادره ان هي تقود نادي الزمالك، وان المفروض ان ملك النص الكابتن اوناسيس الكرة المصرية فاروق جعفر يعمل لمصلحة نادي الزمالك أكتر من مصلحته الشخصية. طب إيه بقى حكاية راعي النادي الأهلي اللي أنت قلتها في البداية؟ هقولك إن الأستاذ إبراهيم العرجاني راعي النادي الاهلي، واللي النادي الاهلي كرمه في اخر احتفاليه عملها النادي الاهلي، حفله الابطال اللي كرم فيها كل ابطاله ونجومه لحصولهم على كل شيء السنه دي. الاستاذ ابراهيم العرجاني تبرع بمبلغ يصل الى 1,300,000 دولار عشان يحل ازمه قيد نادي الزمالك وندفع غرامه سبورتنج لشبونه، وان شاء الله الازمه تتحل، وبمشيئه الله تعالى يبقى حال الزمالك افضل مما هو عليه، وان شاء الله القادم افضل. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه مدعمش اخوه باللايك مستني ايه عشان تدعم اخوك باللايك الجميل؟ فضلا منك واحده زربو النو على اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.